ثواني بنرحب بيك، اهلا وسهلا. عارفيه بنفسك؟ انا ايمان الدين، الامين المساعد لحزب الوسط. احنا دعينا لجمعه استرداد الثوره من اول الاسبوع بعد صدور قانون الانتخابات المعيب واصرارهم على ان هم يطبقوا استمرار حل الطوارئ. عشان كده حزب الوسط دعا لهذه الجمعه عشان نؤكد ان احنا الثوره مش هتنفض ومش هنمشي ومش هنسيب الميدان الا لما نحقق كل مطالب الثوره اللي خرجنا من اجلها. ولا يليق بشعب مصر الحر ان يقبل تطبيق حاله الطوارئ عليه. طيب، شعب مصر الحر دلوقتي مشتت ما بين مطالب لناس زي مدرسين واطباء وكده، وناس ثانيه شايفين ان هو شغل السياسه هو المفروض دي الاولويه ان احنا نطالب بيه. انا اعتقد ان كل الاعمال دي اعمال متوازيه مع بعضها، وكلها بتصب في النهايه لحق المواطن وحق الشعب ككل. الاحزاب السياسيه بتشتغل على الارضيه السياسيه وبتطالب المطالب الشرعيه السياسيه، وكل ابناء الوطن البواسل بيطلبوا حقوقهم اللي هي مش فئويه، دي مطالب حقيقيه وطال انتظارها ومن حقهم ان هم يحصلوا عليها دلوقتي قبل بكره. طب ليه المطالب بتاعتهم مش موجوده ضمن لسته مطالب اللي طرحها حزب الوسط؟ احنا الحقيقه النهارده كان هدفنا الرئيسي التاكيد على مطلبين، وكان وجهه نظرنا ان احنا لما نركز مطالبنا في المطالب الاساسيه ديت، واذا فعلا تحققت ورضت الشعب، هي دي هتكون البوابه اللي نحقق منها كل الرخاء والتنميه لكل الشعب المصري ان شاء الله. هل الشعب بقى المضرب محتاج يفهم النقطه دي، ان المطالب السياسيه هتجيب له في الاخر حقه؟ هل ده فيه نقص او ثغره؟ طبعا، واحنا بنوعد ان شاء الله ان احنا هنتواصل مع كل الفئات اللي هي بتعاني، وان احنا ان شاء الله نتمنى نتواصل معهم قريبا جدا جدا ونأكد لهم اصرارنا على اننا ننتزع لهم هذه الحقوق بالتعاون معاهم. يعني طبعا هم اصحاب الحقوق من حقهم ينتزعوها، لكن احنا هنساندهم وهنقف وراهم لحد ما يحصلوا على كل حقوقهم. طب اليوم النهارده تقيمين نجاح وايه ولا؟ انا اعتقد ان اليوم كان ناجح جدا بالنسبه للتجمع والاتفاق من كل القوى السياسيه على النشاط. احنا على المنصه بتاعتنا التزمنا بالمطالب بتاعتنا، اشترك معانا فيها الدكتور عمرو حمزاوي وهو من اتجاه مخالف لاتجاهنا، اشترك معانا الدكتور مهندس محمد عبد المنعم الصاوي عن حزب الحضاره، واحنا رحبنا بيهم كلهم وسعدنا بيهم. الدكتور محمد سليم العوض طلع وقال كلمه على المنصه بتاع حزب الوسط، واحنا كنا منفتحين لكل ابناء الشعب المصري، ودائما ابدا بنرفع رايه ان الوطن قبل الوسط، وان مصالح الامه قبل مصالح اي رايه واي تنظيم. طب الجمعه الجايه هيحصل ايه لو ما تنفذتش المطالب؟ هنيجي نقف تاني نفس الوقفه، واكيد هنكتر وهنفضل ثابتين لحد ان شاء الله. انا واثقه في الله سبحانه وتعالى اولا، وفي قدره الشعب المصري على انه هيوصل لكل مطالب. ايه اللي حصل امبارح بالليل؟ الساعه 3 الفجر كان شبابنا موجود في التحرير عشان يضمن تنظيم الميدان وما يحصلش اي اختراق، وعشان تامين المداخل اتفاجئوا بمجموعه من البلطجيه والشباب دخلوا عليهم يضربوهم، مصرين ان هم يكسروا لهم المنصه وينزلوا اللافتات اللي رافعها حزب الوسط، وقالوا احنا مش عايزين اي احزاب ولا اي قوه، واحنا مش هنسمح لكم انتم موجودين. دول تبع ايه ولا مش معروف؟ ما قالوش، هم قعدوا يقولوا ان احنا حركات سياسيه، ما حدش قال هم بس ما قالوش تبع اسم معين. مش تبع مين طبعا، مشكوك فيهم ان دول طبعا من الفلول وكانوا عايزين يفشلوا الجمعه. المهم فضلوا يتصدوا ليهم شبابنا الحمد لله، وبعد ما اتضربوا واتعوروا واتجرحوا، لكن الحمد لله قدروا يتخلصوا منهم، واليوم الحمد لله تم بنجاح. في اصابات جامده عندكم؟ يعني ما تعتبرش، الحمد لله عدت على خير الحمد لله. متحدث رسمي لحزب الوسط، ايه راي حضرتك في اليوم ده؟ الحمد لله، احنا شايفين ان الجمعه جمعه جيده وتوصل رساله للمجلس العسكري فادها ان هذه ثوره شعبيه وقف معها بعد ذلك بعد نجاحها المجلس العسكري، وبالتالي يجب ان تستمر على مطالب الثوره وعلى رؤيه شباب الثوره وعلى رؤيه القوى السياسيه التي شاركت في الثوره، وليس على رؤيه المجلس العسكري. لو كان انقلابا عسكريا كان الشعب سينضم اليه ويسير على رؤيه المجلس العسكري، ولكن العكس هو الصحيح، فيجب على المجلس العسكري ان يستمع لمطالب الشعب. وجاء الشعب اليوم وقدم رساله واضحه ليعلن انتهاء الطوارئ فعليا في 30/9 اليوم، وهو 6 اشهر من الاعلان الدستوري، واذا اراد المجلس ان يجدد لابد من عمل استفتاء شعبي جديد. ايضا اكد على مطالبه ببرنامج زمني محدد لتسليم السلطه لسلطه مدنيه ورئيس جمهوريه منتخب مدني في موعد
2013، مما يعني اننا نرفض الجدول الزمني الذي اعلنه المجلس العسكري الذي فيه كثير من المط للمواعيد وللمسافات بين الانتخابات، وانه نؤكد انه لا ربط بين تشكيل الهيئه التاسيسيه والدستور وبين انتخابات الرئاسه. لن ننتظر ان يكون رئيس الجمهوريه بعد انتخابات الرئاسه، هذا معناه ان ننتظر الى 2013، وطول الفتره الانتقاليه ليس في مصلحه البلد وليس على مراد القوى السياسيه، لذلك اعلناها صراحه اننا نرفض هذا الجدول. طيب في نسبه لا يستهان بها من الشعب مركزه في مطالب زي المدرسين وعمال النقل والحاجات دي، ومطالب مشروعه تماما. الناس دي ليه مش بنضمها مع نفس مطالب لا للطوارئ وجدول زمني للتسليم؟ انا اعتقد ان كثير ممن تتكلم عنهم موجودين اوريدي النهارده في الميدان، لان احنا كل قوى سياسيه اعلنت هي نازله الميدان على ايه، ولكن لا احد يختلف على ان هذه الطبقات مظلومه وان هذه الفئات لها مطالبها مشروعه، ولكن الخلاف في اننا ضد الاعتصامات التي تحدث بحيث تعطل حركه الانتاج وتكون في وسط الاسبوع. انما اليوم الدكتور محمد سليم العوا اعلن اننا سنعود لايام الثوره، كل يوم جمعه ستكون هناك مليونيه في ميدان التحرير للمطالبه بباقي مطالب يعني الثورة. حزب الوسط مش مع اضراب مثلا عمال النقل انهم يضربوا عن العمل؟ لا، الحقيقه احنا ضد الاضرابات، لان دي مع مشروعيه المطالب ولكنها بتزيد المشكله وتزيد تململ الشعب من الثوره وتجعل الناس يتباكون على ايام ما قبل الثوره، وهذا بالتاكيد ليس الحقيقه. الثوره ليست مسؤوله عن كل المشاكل التي هي فيها الان. تمام. طب ايه لو الناس اضربت النتيجه انها ده الحل الوحيد اللي فضل قدامها بعد المفاوضات ما فشلت، هل برضه يبقى بالنسبه لهم مش المفروض يضربوا؟ لا، مش احنا من وجهه نظرنا ان هم المفروض ما يضربوش وينتظروا الى ان تاتي حكومه منتخبه تستطيع ان تستجيب لمطالبهم بالطريقه الشرعيه المظبوطه. عشان كده عايزين نعجل من تسليمها، عايزين نعجل بالانتخابات. ده اساس المطلب. تمام. هل هم فاهمين بقى القصه دي؟ الناس المضربه فاهمه ان التعجيل هيجيب له حقه؟ للاسف احنا قد يكون ده تقصير من القوى السياسيه في عمل التوعيه السياسيه الواجبه وفي التواصل مع هؤلاء الناس، وده اللي احنا هنحاول نعمله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طب اليوم النهارده بالنسبه لك هيثمر عن ايه؟ هو مبدئيا اثمر واحنا في اثنائه انه تم الغاء الماده الخامسه حسب ما سمعنا انه اعلن على التلفزيون المصري ان المجلس العسكري اعلن الغاء الماده الخامسه من الاعلان الدستوري اللي هي بتحظر على الاحزاب ان هم ينزلوا فردي، فبالتالي دي بتفتح الطريق مره اخرى الى ان احنا نقدر ننافس فلول الحزب الوطني في المقاعد الفرديه. طب بس ماده زي دي ما هو برضه في نفس الوقت اللي منتخب مستقل بعد ما ينجح ما هيرجع تاني للحزب بتاعه، فالحزب هيبقى ليه اغلبيه غير اللي خدها في القايمه. هو الفكره العمل السياسي المفروض يتم من خلال الاحزاب، هذا يعني لن نعيد اختراع العجله، احنا بالذات في بلدنا دي احنا بنبني من جديد، فبالتالي لازم نبني حياه سياسيه قائمه على احزاب وبرامج، عشان لما اروح اختار ما اختارش على الاسماء، اختار على البرامج والافكار. تمام. فبالتالي كان المفروض ان المجلس العسكري يستجيب ل 100% بالقائمه النسبيه ويسمح للمستقلين بتكوين قوائم، ولكن حس ان هو اخرج هذا الموضوع على العوار اللي موجود فيه، كان على الاقل ان هو يترك للاحزاب ان هي تنافس، لان لو ما حصلش بالشكل اللي احنا عشان كده نزلنا له برضه كان هيبقى 30% دول فلول اكيد. مفتوحه لسيطره راس المال. فده تاني افضل حل ان هو يتسمح ان على الاقل انه ليس الحل الامثل. ليس الحل الامثل. طيب لا للطوارئ، هل تعتقد ان المجلس هيمتثل ويلغيها؟ يا سيدي الدكتور العوا اعلنها بالامس وكررها اليوم انه اي قرار واي قانون واي حكم محكمه يستند الى قانون الطوارئ بعد 30/9 هو والعدم سواء. تمام. طب لو ما استجبتش هل الجمعه الجايه ننتظر دعوه ثانيه؟ نازلين طبعا، احنا من دلوقتي بنقول ان احنا نازلين الجمعه الجايه. تمام. لان احنا من لغايه دلوقتي ما سمعناش اي حاجه عن البرنامج الزمني لتسليم السلطه. شكرا يا باشمهندس.